سنة 1987 شركة طيران أمريكية نزلت عرض على تذكرة طيران وسمتها الجولدن تيكت، وكان ثمنها 250 ألف دولار. والتذكرة دي كانت بتدي للي بيشتريها رحلات طيران مجانية مدى الحياة. اشترى التذكرة دي واحد اسمه ستيف روزستاين، وبعد ما اشترى التذكرة سافر أكتر من 10,000 رحلة طيران، لدرجة إن ستيف كان ممكن يسافر لبلد تانية عشان ياكل ساندوتش في مطعم ويرجع بلده تاني، وأوقات تانية كان ممكن يسافر عشان يحضر مناسبة معينة ويرجع برضه بلده تاني، وأوقات ستيف كان بيرجع في نفس اليوم. ستيف حضر كل المسابقات الرياضية اللي كانت موجودة في الفترة دي، لدرجة إن ستيف سافر 500 مرة لإنجلترا و120 مره لطوكيو و70 مره لاستراليا، ده غير بقيه البلاد اللي سافرها ستيف والولايات كمان اللي سافرها ستيف كطيران داخلي. سنه 2007 شركه الطيران اكتشفت ان ستيف كلفها 21 مليون دولار، فقرروا ان هم يوقفوا التذكره بتاعت ستيف عشان يوقفوا الخسائر اللي هم بيخسروها. ستيف دخل المطار عشان يسافر كعادته، ولقى الامن بيوقفه وبيقولوا ان التذكره بتاعتك اكسبايرد وما تقدرش